السلام عليكم، تحية طيبة ومرحبا بكم في قناة سامي وبنية عقارات. في هذا الفيديو معنا مجموعة أراضي للبيع فلاحية وسكنية في نواحي مدينة مراكش ومدن أخرى. تابعوا الفيديو للأخير. الأرض الأولى اللي معنا هي أرض ملكية، المساحة الإجمالية ديالها 8000 متر مربع، وفيها مساحة مبنية سكنية وداير بها الغلة والغرس والجردة. السكن مصلوح مزيان كما غادي تشوفوا في الصور. الأرض بعيدة على مدينة مراكش بحوالي 17 كيلومتر، وبعيدة على الشاطئ بحوالي 200 متر فقط. بالنسبة للموقع ديالها فرجات في طريق فاس. الثمن يطلب فيها مولاها 110 مليون ديال السنتيم، 1,100,000 درهم. بطبيعة الحال للطلب والاستفسار مزيد من المعلومات ما عليكم إلا تواصلوا على رقم الهاتف اللي غادي تشوفوه مباشرة أسفل الشاشة. وهذه هي السكنة من الداخل كما كتشوفوا، نقية ومصلحة مزيان وجاهزة للسكن. كنعاود نذكر الأرض راها ملكية بورقتها، ومولاها كيطلب فيها 110 مليون ديال السنتيم، 1,100,000 درهم. وللطلب والاستفسار مزيد من المعلومات ما عليكم إلا تواصلوا على رقم الهاتف اللي كتشوفوا أسفل الشاشة. وندوزو الأرض الأخرى. معنا أرض للبيع بثمن جد مناسب وفي منطقة فلاحية بامتياز، منطقة الخيطة، إقليم برشيل. المساحة ديالها الإجمالية 3 ديال الهكتارات، وفيها فيلا قديمة مبنية وجوج ديال الهنكارات كل واحد فيه 800 متر مربع، إضافة إلى كوري ديال البقر والبير. بالنسبة للثمن فمولها كيطلب فيها 200 درهم للمترو. وبطبيعة الحال للطلب والتواصل واللي مهتم بالهميزة ما عليه إلا يتواصل على رقم الهاتف اللي كتشوفوا أسفل الشاشة. معنا أرض أخرى للبيع، هاد المرة في منطقة معروفة يعني بالخصوبة ديال التربة ديالها، منطقة ديال الخير والفلاحة. والأرض هذه اللي بغات تباع فرا صالحة أيضا للسكن. الأرض جات على بعد 10 كيلومتر بالضبط من منطقة تمس ناعين عودة الفردوس سيدي يحيى زعير. الأرض فلاحية كما قلنا بامتياز، كل الأوراق والوثائق المتعلقة بها متوفرة، فيها الضوء والماء، والموقع راه موقع استراتيجي. بالنسبة للثمن فمولها كيطلب فيها 550 درهم للمتر. بالنسبة للمساحة ديالها الإجمالية 3095 متر مربع. بناء على طلب صاحب الأرض فراه الكاتبة غادي تكون إن شاء الله اللي كانت من نصيبه عند النوتير. بالنسبة لأي استفسار آخر، الطلب، معلومات، زيارة الموقع، ما عليكم إلا تواصلوا على رقم الهاتف اللي غادي يبان لكم أسفل الشاشة.